ما مدى قسوة الولد ده؟ كان عايز يلعب لعبة مع بنته الصغيرة. الولد السمين ما كانش موافق. الولد جاب المفتاح وضربه بيه. عنيف جدا، عنده شذوذ نفسي واضح. اسمه مايلز، وكان مختلف من اول ما اتولد، خصوصا عينيه. عنده عين بنية وعين زرقاء، وهو عنده 4 شهور بقى بيقول ماما. بيقدر يعمل مبنى بالمكعبات، عشان كده ابوه وامه كانوا بيعتبروه معجزة. بعدها اخدوه لما كان بيهتم بالاطفال العباقرة، وعمل اختبار ذكاء. اتضح ان معدل ذكائه عالي جدا، هو ببساطة تناسخ لاينشتاين. لكن الدكتورة قالت في اجزاء من مخ مايلز بتتطور بسرعة جدا، وبعض المناطق بطيئة. السبب مش واضح، لكن عيون مايلز بتقول لنا ان ده طفل مش عادي، في جواه عنف. الوقت بيعدي. مايلز اللي عنده 8 سنين قعد قدام امه. هو ولد جميل، لكن عمره ما تواصل مع الاطفال التانيين. من وقت للتاني بعض العادات الصغيرة اللي ما كانتش عنده قبل كده. على سبيل المثال في يوم وقع فجأة في حوض الفلفل الأحمر، لكن أهله ما خدوش الموضوع على محمل الجد. في اليوم ده بالليل المربية كانت بتلعب معاه، غمضت عينيها وعدت ال10، وفي الآخر بصت. مايلز ما جريش، لكن عينيه كانت بتبص بشراسة زي ما يكون اتحول لواحد تاني. المربية ما كانتش عايزة تغمض عينيها وتعد ال10 مرة تانية. المرة دي مايلز جري ووقف في جنب، لكن سلوكه كان غريب جدا. الظل تحت الضوء بيكبر تدريجيا. طفى النور وجذب المربية للقبر، ودست على شظاير ازاز اللي حطها. لما عرفت سارة بالحادث استجوبت مايلز نفى كل حاجة وقال انه ما يعرفش اي حاجة. ده خلى سارة تحزن. الليلة دي الكلب كأنه خايف من حاجة. لما دخلت سارة غرفة مايلز كان مايلز بيتكلم بلغة مش مفهومة. ده اكيد كابوس. مؤخرا الطفل كان غير طبيعي بالمقارنة مع باقي الاطفال. سارة ما صحتوش، لكن خدت جهاز تسجيل وسجلت اللي بيقوله مايلز، واستنت لما يصحى عشان تسأله عن الكابوس. مايلز قال لها لا، ده كان حلم جميل جدا. قالت له كان جميل ازاي؟ انت فهمت بسرعة تجربة اليوم ده؟ مايلز اليوم ده بص للبنت في الفصل، راح عندها وقال لها انه عايز يلعب معاها، لكن الولد السمين اللي جنبها ما وافقش. قال له احنا بالفعل انتهينا من تقسيم المجموعات. مايلز رفع ايده عشان يروح الحمام، بعدها جاب مفتاح الربط ومشي ببطء اتجاه الولد السمين. من الواضح كده انه غير طبيعي. بعدها بعتوه للدكتورة النفسية. الدكتورة عرضت عليه صور كتير. لما شاف الصورة دي منهم قال انها شبه ايد ست جميلة. ده خلى الدكتورة تستغرب جدا وسألته عن شعوره وهو بيضرب الولد. مايلز قال انه لو ما كانش اذاه كان هيتأذي. الدكتورة شكت ان مايلز بيعاني من اضطراب التحدي الجانبي. سارة طلعت تسجيل مايلز وهو بيحلم وادته للدكتورة، اتمنت انه يفيدها في التشخيص. قبل ما تمشي الدكتورة سألت سارة هو ايه نوع سوء المعاملة اللي ممكن يعاني منه مايلز، وده خلى سارة تفكر في زوجها، لان مايلز ما عندوش علاقات كتيرة بالناس، ووالد مايلز عنده ميول للعنف. والد زوجها كان بيسيء التعامل معاه من هو صغير، وده خلى علاقته بمايلز تتأثر، فكان الشك في جوزها. مايلز كان واقف بيتجسس عليهم في الضلمة، وبالليل سارة كانت بتغطيه. بدأ انه يقول ألفاظ قذرة وهو بيحلم، وكمان بيدندن أغاني شعبية، وده خلى سارة تحس بحاجة غريبة. مايلز استيقظ فجأة، صرخ وقال ان في حد هنا وشاور على دماغه، وحس ان في وعي من جانب تاني في دماغه. من ناحية تانية كان الدكتور إيلين بتسمع التسجيل بتركيز. اتصلت بسرعة على باحث بيعمل أبحاث عن التناسخ. دكتور أرثر قابل سارة واتكلم عن اللي حصل لمايلز وهو بيحلم. قال ان كلامه في الحلم هو نوع من لهجة الهنجرية النادرة. في العالم في حوالي 40,000 زي حالته. سارة استغربت جدا لأنهم في البيت بيتكلموا بالإنجليزي، ومايلز قال انه كان حلم جميل. دكتور أرثر ترجم الجمل الهنجرية اللي قالها مايلز، كانت كلها كلمات بذيئة وفيها عنف. دكتور أرثر فسر السلوك ان مايلز ممكن يكون ممسوس وبس بيساعد الطرف الآخر في تحقيق أمنياته. الطرف التاني هيسيبه، حتى انه اداها مثال حقيقي. بس سارة ما كانتش متقبلة اصلا الفكرة دي، وقامت ومشيت وهي منزعجة جدا، لحد ما جه اليوم اللي سمعه مايلز وهو بيدندن اغاني عمره ما سمعها. وحتى في وقت اللعب مسك ايد سارة ودعتها بلطف. سارة حست في الوقت ده بحاجة غريبة. سارة سألته ايه اللي انت بتقوله ده؟ اتعلمته منين؟ مايلز قال لها ان مامته علمته كده من هو صغير. سارة كانت متأكدة انها ما علمتوش كده، بدأت تشك. وبالليل كان الكلب بينبح بدون سبب. فجأة سارة شافت وش مايلز اتحول، خافت وجريت. دخلت عشان تتأكد ان ده مايلز. وفي الفصل مايلز رسم ايادي لبنات كتير. الموضوع كان مخيف جدا. جون اكتشف ان مايلز بيراقبهم، حط المسجل ورا صورة العيلة في اوضتهم. جون غضب جدا وخوف مايلز، وعشان كده راح لبيت صديقه عشان يرتاح كام يوم. وبالليل مايلز قال لسارة انه بيحس دايما انه هيخرج من جسمه وكأنه هيفسح المكان لحد تاني، والموضوع ده زاد معاه اول الفترة الأخيرة. سارة خافت وقلقت جدا. وبالليل مايلز جري عليها وحضنها، وفجأة تحول لشاب كبير ومسكها جامد من رقبتها. سارة استيقظت من الحلم، وكان مايلز واقف على الباب فعلا، وكان عايز ينام جنبها.
سارة كانت خايفة جدا وفي نفس الوقت مستحيل ترفض ابنها. مايلز قال لأمه إنه عايزها تفضل تحبه مهما عمل. سارة وافقت. الاتنين كانوا على وشك النوم وكان في مجموعة من الذباب على الباب. شافت جثة الكلب في القبر. مايلز اعترف إن هو اللي عمل كده. ده خلى سارة تاخد قرار إن مايلز يروح لدكتور أرثر عشان يتعالج. كانت ساعة البندور كل ما تدق مايلز يلتفت ليها. دكتور أرثر سأله الشخص اللي جواه اسمه إيه؟ بقى مايلز غريب جدا. مسك الكرسي وبان عليه كأنه بيقاتل حد وبعدها هدي. اتغير عينه تماما وابتدى يهدد الدكتور وقال إنه مش مجنون وإن سارة بتكذب. الدكتور ما زال بيصدقه، شايفه طفل صغير بريء مش بيكذب. الدكتور ما كانش قدامه غير إنه يطيعه. بعد ما ساب مايلز بص الدكتور على الكنبة ليه اسمه محفور على الكرسي إدوارد سكاركا. اتصل الدكتور بسارة بالليل بعد ما بحث عن الاسم. اكتشف ان ادوارد اسمه قاتل، عينه بني وازرق زي مايلز. لكن لما الشرطه قتلت ادوارد كان مايلز اتولد قبل قتله ب 15 دقيقه. قتل ادوارد 9 بنات خلال 5 سنين. لكن اكتر حاجه مميزه في جرائم ادوارد كان بيقطع ايد الضحايا وبعدين يقتلهم. بالرغم من هروب الضحيه ال10 لكن كان خلاص قطع ايدها. وبعدها بلغت الشرطه وجت الشرطه وقتلت ادوارد. بعدها نشرت الضحيه كتاب خد من الاب والام ان ادوارد عاش في جسم ابنهم وجه عشان يقتل البنت دي. عشان كده قرروا انهم يبعتوه دار رعايه ويخلوا حد يتابعه 24 ساعه. لكن في نص الطريق لما ضرب مايلز ابوه وجاله غيبوبه ودخل المستشفى، وقتها قررت الام تساعد ادوارد انه يقتل البنت وقالت له اطلع من جسم ابني، وخدت مايلز ومشيت. الضحيه ال10 عايشه في مكان بعيد. لما وصلت الام للضحيه قالت لها انا احد قرائك، وحكت لها ان عندها ابن عنده مشكله نفسيه. مسكت البنت ايدها تواسيها، قالت لها ادخل اغسل ايدي. ملت المسدس بالرصاص وهي مرعوبه، خرجت بالمسدس ووجهته ناحيه الضحيه. ما قدرتش تضرب الرصاص ورمت المسدس، ومسك مايلز السكينه وطعنها طعنات كتير وماتت. خرج مايلز وجريت امه وراه. اعتقدت ان وقتها ان ادوارد اختفى وابنها يرجع طبيعي، لكن ادوارد لسه جوه جسم الولد. قالت له اخرج من جسم ابني، لكن ادوارد قال لها فاكره ابنك صغير وبتقولوا له مهما حصل هنفضل نحبك. كان ابنك مات من يومها. في الاصل كل ده مؤامره ادوارد، واسم ادوارد المحفور على الكنبه كله كان محضر له عشان يخلي الام تساعده انه يوصل لهدفه. غضبت الام ووجهت المسدس ناحيه الولد، لكن واحد ضرب الام بالنار. اتضح انه فاهم غلط. لما شاف ساره ماسكه المسدس فكر انها عاوزه تقتل الطفل ده. جري الولد وحضن المزارع. للاسف المزارع ما يعرفش انه انقذ ادوارد وبعت الولد لمربيه. اول ما بص لايدها ضحك ضحكه خبيثه. الفيلم ده اسمه ذا